أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركادين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصاد بيستو نه نویسکار امام النووي ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو به برای عزیز الدرس مایاش بریاوه دا ما بحثا احیا کلنا شوا قدره یا لیلت القدره کمو طاعت لیلت القدره دا بگه احیا بگه چقا خیره ما بحثا بدیگر بحثا ما بینیف تمام ام گوهاوی حدیثا 1192 1192 دبيجه وعن عائشة رضي الله عنها شدوي كما عائشة هاتنا قكرا خود جرازي به قالت قوتيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام يجاور في العشر الأواخر من رمضان في العشر الأواخر من رمضان مها رمضان ده روز داویه کتا اعتکاف کتا مزگفت دا و مزگفت دا درنا کتا نجبو احتیاج ضروری بیا مزگفت دا درنا کتا و نه تحت مالا خواه طاعت و عبادت خود مجرد بیا خواندن قرآن مجرد بیا يوجا معنى مجاورة أبين كتو اعتكاف في العشر الأواخر دهروجا ديواهية دا من رمضان ويقول ودقوتا تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان شوا قدر بگرین لیلت القدر بگرین شون دهکن باشیه رمضان دا دهروجن باشیه دوی رمضان دا لیلت القدر بگرین لیلت القدر بهتر محتمل و دهروجا دا به متفق علیه اف حدیث بخاری و مسلم هر نقل کرده خودش و راضی به حدیث 1193 وعنها ديساش داي كما عائشة هاتنا نقل خود جرازبة رضي الله عنها أن رسول الله قال دبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان تحروا لبجرين چه ليلة القدر شوا قدر بجرين ليلة القدر بجرين في الوتر الشبن جدا نه جود شبن جد مثلا یا 21 23 25 27 29 رمضانه يعني شبن جت نين جهدا بگرین من العشر الأواخر الدهكن داوية دا من رمضان مها رمضان دا من بشكي 20 رمضان الشبن جت دا المها رمضان ليلة القدر شبا قدر بگرینه محتملا الوا شبن جت دا رواه البخاري اف حديث بخاري نقل كريا خود جرازي به حديث 1194 وعنها ديساش داي كما عائشة هات نقل كرن رضي الله عنها خود جرازي به قالت قوتيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان وقت دهكن دويا رمضان دهن دويا رمضان داخل بیا تحتا بشتی یعنی بیا 20 رمضانه احیا لیله پیغمبر خود شب رمضان احیا کرد یعنی طاعت موجود بیا پرانی و ایقظ اهل مال خواجی حشار دکر جنوزارو که خواجی حشار دکر و جد پید خود شدان و شد المئزره مناسبت خو جنن خو گم دکر یعنی بهتر عبادت خود با موجود بی مناسبت جنومراتیجی گم دیگر خود شدان طاعت و عبادت خوده الوقت وی نماشتش درا متفق علیه اف حدیثها بخاری و مسلم هر کان نقل کرده خودش و راضی به حدیث 1195 و عنها قالت دیساش دایی که با عایشه هات نقل کردن گوتیه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام یجتهد فی رمضان داخوات شاند بهتر طاعت ذکر عبادت ذکر ما لا یجتهد فی غیره
وی حشکو یعنی المهند دا خواه نئیشینه یعنی هنگ مهندی گلی بهتر مها رمضان دا خواه دیشان خبات بکرد و عبادت بکرد جبور رضا خوده و فی العشر الاواخر منه و جا ده روز دویا رمضان دا مالا یجتهد فی غیره و جاش بریو وجه بهتر خواه دیشان مها رمضان دا شمهد بهتر خواه دیشان بهتر خبتی طاعت خوده مشغول بنا قرآنه لبل دهن دویا رمضان داجه هی بهتر خواه دیشان دو تشخولی خبتی رواه مسلم اف حدیثها امام مسلم نقل که خود جرازی به حدیث 1196 و عنها قالت ایسا جلوی که ما عایشه ها تنقل کرنده بیجه قلت یا رسول الله ارأیت این علمت أن أي ليلة القدر ما أقول فيها چه بيجي دوي كما عائشة مقال يا رسول خدا أرأيت عجبا إن علمت أي ليلة القدر هكا أبزامم كي شوا قدره شوا ليلة القدر أبزامم كي شوا مثلا ما أقول فيها أن وشوا ده چه بيجم چه دعايت كما قال قولي پیغمبر خودش مرا گفت هولي بيجم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا ربي تا عفو كري تا عفو داري تحب العفو تحش عفو كرنا ديكي تحش وديكي كو تعبد عفو بكي فاعف عني مجي عفو بك أمجي في دعاء ديكي أم بيجي اللهم إنك عفو يا ربي تا عفو داري تا عفو كري وتحب العفو تا حش عفو ديكي عفو تا برا فاعف عني تا ماجي عفو بك تا ماجي بر عفو خبخا وبخاطر قنجر خوا إن شاء الله رواه الترمذي أب حديث الترمذي نقل كريا وقال حديث حسن صحيح قلت أب حديث حسنة يعني قنجة نزعفة وصحيحة قولوا سند له أخواجي صحيحة وصالمة باب فضل السواك وخصال الفطرة بشهر در حق فضيلته مسواك دايا يعني دنان فرچاكرنه مودنان خواه مسواك بكه مودنان خواه پاقش بكه مسواك وانجي بفرچه تشتوالي وخصال الفطرة خصلة فطري جبو عنصانا يعني موافقة مناسبة بابت خلقيات عنصانا بابت هبونا هينا عنصانا يعني تشتوالي هنا او لازمش فطرة مارا يعني مناسبة بابت فطرة مانا يعني اخلاق مانا قنجة وخلقيات ما بحث وضع حديث 1197 عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هو تنقل كرام خود جرازي به أن رسول الله قال لبجة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قولي قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة چه قلت يا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت يا لولا أن أشق على أمتي هكا ما مشقتش أمت خارو در نه اخستا من نظام يو أمت من بكفن طانجي يلو زحمت به يبكفن مشقت دا أو على الناس يعني من مشقت انسان رو در نه اخستا هكا هولي يعني هولي نفكري ما لأمرتهم بالسواكي مع كل صلاة لك هر نماجه نك هجبريا هر نماجه من امر و بكراب مسواك من بوتا هر نماج ودنان اخوا مسواك بكن فرشا بكن من امر و بكراب و متفق عليه اف حديثها متفق عليه يعني بخاري ومسلم هركا نقل كده خودش و راضي به حديث 1198 وعن حذيفة حذيفة هو تنقل كان رضي الله عنه خودش راضي به حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل وقت شف رادبيا يشخو صفاه بالسواك جهد دنانخا فرشا بكرا وقت شف خشار دبيا دنانخا فرشا بكرا يعني مسواك دنانخا وطانيا دفخا باقش دكر مسواك بسواك متفق عليه اف حديثها بخاري ومسلم هركا نقل كنا خودش وراضي به حديث 1199
وعن عائشة رضي الله عنها جدوي كما عائشة هتناقل كده خدج راضي قالت قوتيا كنا نعد لرسول الله سواكه وطهوره ما الشيفيدو يعني جباليو بالشيف ما مسواكو پیغمبر خود فرچا پیغمبر خود یاد دنانا و اوو یاد دست میشه ما حاضر دیگر دخانو بلکه شیف را به طاعت خود بکه مسواکو خواه دنان خوابینه مجرا حاضر دیگر فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل يعني قدر خده بك نصيب الشيف رادبيا فيتسوكوا مسواك خب دبا خواتون يودنان خفر شاديكر ويتوضأوا دسمج ديگر ويصلي نمج ديگر قدر خده بك قسمات كوتش وقت ببيو يعني قسمات ببيو يعني ممكن بيو أو قب طاعت خدا موجود بیا دنان خواه فرچه دیگر دست میجا خواه دیگر طاعت نمیج دیگر پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام حدیثا 1200 ماشاءالله ام لس برد پیش داده چی کتاب ما خلاص به خدا هست که ازنا خوده وعن انس رضی الله عنهش انس خاطر نقل کرم خدا جرازی و قال گوتیا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بولی گاد اكثرت عليكم في السواك مش هورا قال بحث السواك يجريا مش هورا قال سر سواك سر فرشكر نودناني ساكني ما وجا ايديها وجد نوبيجام يعني قال سر ساكني يعني ابقال تشتك مهمة رواه البخاري اف حديثها امام البخاري نقل كريا خدجي راضي با حديث 1201 وعن شريح بن هانئ قال شريح كره هانئ هو نقل كرين قوتيا قلت لعائشة رضي الله عنها مش عائشة برسي مش دايكا مع عائشة برسي خد جرازبة بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته پیغمبر خدا وقت بحث مراخا أول چه دست ذكر أول چه إيش ذكر چه ذكر وقت داخلي مراخا ببيا قالت بالسواك أول مسواك خا استعمال أول دمان خا فرشات كر دمان أفكار تشتك مهمة رواه مسلم اف حديثه امام مسلم نقل كليا حديثه 1201 حديثه 1202 وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري هو تنقل كده خد جرازبه قال قوتيا دخلت على النبي وطرف السواك على لسانه از چون جمع پیغمبر خدا منری مسواک لویدا سر زمانوی دنان خواه فرچت کرد مسواک کرد منری پیغمبر مسواک لبویدا و سر زمانوی مسواکوی متفق علیه اف حدیث بخاری و مسلم هر کار نقل کرده و هذا لفظ مسلم لبلی لفظ مسلمن یعنی یا البخاری دا در باز دبه معنا و حدیثه حدیث 1203 وعن عائشة رضي الله عنها جدایی که مع عائشة هاته نقل کرده خود جرازی بکو ان النبي قال صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر خود هولی گفت که السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مسواک یعنی فرچاد نانی دو ما پاکش دیگه و رب ماجی راضی دیگه خودش راضی دیگه رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة اف حديثه النسائي وابن خزيمة صحيح خدا جهدانه وبسند صحيح بسند سالم بله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هو نقل كنا خد جرازيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جيش پیغمبر خد نقل كرياكو قال پیغمبر خد بوتيا الفطرة 50 تشتن موافق بابت فطرة انساني يعني خلقيات انساني لازم مش انسان رو بينش تشتن أو 5 من الفطرة يعني بينش تشت فطرتنا الختان السنة بون ميرا يظهرك والاستحداد كوركرنا حاشا روفكن انساني أو يعني مين خار مين حرام بيجن كرمانجي روفكن انساني وتقليم الأصفار كوركرنا نينوكا ونتف الإبطي كوركرنا بنجانج انسانا وقص الشاربي كوركرنا سنبيلا ما نوالي بوربن نوالي دريج بن
و نکوه سر لهوین مو نکوه دوه مودا قصو الشارب یعنی کرد کردن سنبیلا متفق علیه. اف حدیث ها بخاری مسلم هر که نقل کردن جهیانه کتابا خدا. حديث 1250 وعن عائشة رضي الله عنها قالت جدایی که ما عائشه ها تنقل کنه خدیجه رضی الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام قال 10 من الفطرة 10 تشتهنش فطرتنا يعني لازمش خلقیت انسان رو لازمن بابت انسانیه لایقویه و موافقویه انسانیه قص الشارب کرد کردن سنبیلا و اعفاء اللحیه بردان الرهه و سیواکو استعمال مسواک فرشادنانی و استنشاق المائی افل کپ خواردان افل پوز خواردان یعنی مو پوز خواه افل بوجته کف بگه و قص الاسفار کرد کردن نیلوکا و غسل البراجیم ششتنا ناف تلیا بوغم تلیا ناف تلیا ششتنا و ناف تلیا خانه هلا قرش و نطف الابطی کرد کردن بنچنگا مویم بنچنگا و حلق العانتی یعنی برینا حاشا روفکا موین حرام و انتقاص المائی حاشا طهارت گرتن طهارت نکو بکچا تنمو خواه پاقش که مو حاشا بنه خواه پشتی دست میجا بچوک و مازن انسان بنه خواه بشی طهارت خواه بگیب آوه يعني الاستنجاء يعني استعمال آول طهارت گرتن دا رواه مسلم اف حدیث امام مسلم نقل کردی خودش راضی به چه قدش تنسبحین خوش کو برن عزیز یعنی هند بجن حدیث ما چه لازمه حدیث تشوری پیغمبر توصیه پیغمبر خدا نه حدیث بی حدیث دین اسلام ده حديث 1206 وعن ابن عمر رضي الله عنهمش ابن عمر هات نقل كده خديج راضي عن النبي صلى الله عليه وسلم او جيش پیغمبر خدا نقل كده يكو قال پیغمبر هولي قالت احفو الشوارب واعفو اللحى سنبيل خوا كرت بكن وره خوا بردن وسنبيل خوا كرت بكن متفق علیه. اف حدیث ها بخاری و مسلم هر که نقل کنه خودش و راضی به خوش کو برن عزیز بلال وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمین خیر و خوشیده.